اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا اليومين دول يومين الصيف، هنعمل مع بعض الايس كريم بطريقة سهلة جدا وبطريقة كمان اقتصادية، ونعمله بكميات كبيرة زي ما انتم شايفين. الحاجات دي ما كلفتنيش غير 50 جنيه بس، يعني ب50 جنيه هنعمل يعتبر 4 أطعمة مختلفة من الايس كريم. احنا جبنا ب50 جنيه كريم شانتيه، وتعالوا نشوف بقى ايه هنعمل بيه ازاي. طبعا الايس كريم دوت انا عاملاه مخصص للمصيف، مش عاملاه عشان ناكله يعني. الاطباق هناكلها في البيت، لكن العلب هناخدها معانا المصيف. فطبعا ولما تيجي تروحي المصيف جهزي كل حاجة، عشان لما تروحي المصيف تستمتعي بالوقت بتاعك، تكون كل حاجتك جاهزة. اول حاجه هنعمل مع بعض ايس كريم الفراوله. هنجيب، انا كان عندي الفراوله متفرزه، بتاع نص كيلو فراوله مفرزه كده. ضربتها في الخلاط من غير ما احط لها اي ميه ولا اي سويه. حطيت عليها 4 معالق كريم شانتيه، معلقتين لبن بودر، معلقتين سكر ناعم. والاول هعملهم كده هوت عشان البودره ما تطرش معاكي في المطبخ وتبهدل الدنيا. وبعد كده هعملهم بالمضرب اول 10 دقايق كده على الهادي، وبعد كده 10 دقايق على السريع، لغايه ما القوام بتاعك يبقى متماسك كده وتحسي بفرق بالشكل ده. بعد كده بقى هنجيب علب. انا عندي علب زي كده، الاولاد عايزين ياكلوه دلوقتي، فقلت اعملها لهم في العلب ديت، والباقي احطها لهم في العلب اللي هناخدها معانا في المصيف. حطيتها لهم في العلب كده، وحطه لهم في الفريزر. وبعد كده الباقي هحطه في علبة تانية. طبعا الايس كريم يعني لا غنى عنه في الصيف، الناس الاطفال بيحبوه جدا جدا جدا. فانت ممكن تجيبي كريم شانتيه وتعملي الاطعمه اللي انت عايزاها في البيت، يعني كريم شانتيه ربع كيلو هيعمل معاكي كميه حلوه جدا. ده اول طعم عملته معاكو، طعم الفراوله. الفراوله حلوه جدا، بتكون مززه كده. ممكن تحطي بعد ما تخلصي كده على الوش السيرب بتاع الفراوله، وتحطيها في العلب في الفريزر، وبعد كده بالهنا والشفا على قلبك. في نفس البوله هنعمل بقى ايس كريم المانجا. برضو المانجا كانت عندي متفرزه، طلعت كده برضو بتاع ربع كيلو مانجا مفرزه، حطيت عليه معلقتين ايس كريم، ومعلقتين لبن بودر، معلقتين سكر ناعم. ممكن تحطي كمان ريحه الفانيليا، تبقى طعمها حلو جدا. ضربتها برضو بالمضرب لغايه ما بقت معايا متماسكه وحلوه كده. والايس كريم او الكريم شانتيه عشان يديكي القوام اللي انت عايزاه، حط عليه تلج او حط عليه ربع كوبايه ميه ساقعه. دي اهم خطوه في نجاح الايس كريم او نجاح الكريم شانتيه عامه. وانت بتحضري الكيكه تحضريه لاي حاجه، لازم تحطي عليه ربع كوبايه ميه ساقعه. هيفرق معاكي جدا في القوام، وهيسهل عليكي حاجات كتير جدا. لكن لو عندك مثلا الفاكهه سخنه، مستحيل الايس كريم يعمل معاكي قوام خالص. كده خلاص خلصنا الايس كريم المانجا. تعالوا نعمل مع بعض بقى الايس كريم الفانيليا وايس كريم الشوكولاته. حطينا بقى بقيه الكميه كلها بتاعه الكريم شانتيه، وهنحط كمان نص كوبايه لبن. لو انت عايزه تعملي ايس كريم بلبن مفيش مشكله، لو انت عايزه توفري وتعمليه بالميه تستبدلي اللبن بالميه. حطينا كده هوت بتاع 100 جرام كريم شانتيه، حطينا عليهم برضو 3 معالق لبن بودر، 3 معالق سكر ناعم. ممكن تدوقي كمان لو انت بتحبي الايس كريم مسكر او تزودي السكر الناعم. لازم السكر يكون ناعم معاكي عشان ما يخرص كده هوت او يبقى عامل زي الرمله. هنضرب كويس جدا لغايه ما نوصل على القوام. هنا بقى انا حطيت الميه الساقعه، هتلاقوا فرق القوام يختلف عن القوام الفانيليا، عن القوام اللي احنا عملناه الفراوله والمانجا. عشان حطيت ميه ساقعه، يعني انا قلت الفراوله ساقعه والمانجا ساقعه، مش لازم احط ميه ساقعه. بس لما حطيت ميه ساقعه بقى في الايس كريم الفانيليا وايس كريم الشوكولاته، هتلاقوا ما شاء الله بصوا القوام عامل معايا ازاي حلو جدا. هحط برضو كميه هنا هو صغيره، وهاخد بقيه الكميه بقى احط عليها شوكولاته. ويبقى كده عندنا 4 اطعمه مختلفه من الايس كريم: ايس كريم المانجا، ايس كريم الفراوله، ايس كريم الشوكولاته، وايس كريم الفانيليا. ممكن لو عندك بقى مانجا، اليومين دول المانجا متوفره، ممكن تقطعي قطع مانجا وتحطيها على الوش. تقطع قطع فراوله وتحطيها على الوش تبقى حلوه، تحطي مكسرات، اي حاجه ممكن تزوديها يعني. حطيت هنا معلقتين سكر بودر، ومعلقتين ومعلقه لبن بودر تاني، ومعلقتين اللهم صل على النبي كاكاو. لازم يكون نوع الكاكاو حلو، يكون نوع كاكاو اسباني، او تحط شوكولاته خام يبقى احلى، عشان طعم الكاكاو ما يبانش معاكي في الايس كريم. فيفضل لو انت سيحتي شوكولاته على حمام بخار وحطيتيها. انا هنا زودت برضو ربع كوبايه ميه ساقعه. بصوا ما شاء الله القوام حلو ازاي معايا. بعد كده هجيب العلبه وهحط الايس كريم بتاعي،
وهحطه بقى في الفريزر ان شاء الله. انا مش هوريكم شكله في الاخر عامل ازاي عشان احنا هناخده معانا في المصيف، فما رضيتش العب في العلب ولا اعمل بيها في المعلقه ولا الكلام ده كله، قلت اخليه زي ما هو بخيره. ده يعتبر الفيديو التاني من فيديوهات اكلات المصيف. اتفرجوا بقى على الفيديو الاول، عملت حبة تجهيزات اكل للمصيف. تتبيلة الفراخ المشوية، تتبيلة كفتة البرغل، تتبيلة الحواوشي، تتبيلة الكفتة العادية، تتبيلة الهمبرجر، كل دي ان شاء الله اكلات هناخدها معانا المصيف، اتفرجوا عليها في الفيديو الاول. وده الفيديو التاني بتاع التسالي الايس كريم، وهعمل لكم الفيديو التالت ان شاء الله الحلويات اللي هناخدها معانا. واكتبوا لي في التعليقات عايزيني اعمل فيديوهات روتين في المصيف، واليوميات اللي هنقضيها في المصيف والمكان والاسعار والكلام ده كله، اكتبوا لي في التعليقات. على حسب التعليقات هصور لكم الفيديوهات ان شاء الله. لو ما لقيتش تعليقات كتيره ومش هصور، عايزين تفاعل بقى واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دي الكميه اللي احنا عملناها كلها. الاطباق الاولاد كلوها بالليل عجبتهم جدا جدا، ودي بقيه الحاجات. وطبعا الموجود في الايس كريم الموجود في العلبة المثلثات ديت، طبعا الاولاد هياكلوه مش هينفع ياخدوا معايا هيتدلق، لكن دول هنقفلهم كويس جدا، وممكن نحط كل علبة في كيس او في شنطة، ونحطها في شنطة محكمة عشان ويا ريت يعني يتحط في حاجة مخصصة زي كولمان او حاجة عشان ما يسحش معاكي في الطريق. ده كده الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يعجبكم يا رب، واتفرجوا على الفيديو التاني اللي قبليه ان شاء الله يعجبكم، واستنى في انتظار تعليقاتكم وتفاعلكم على القناة. بحبكم في الله، كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.